قرار السوريين بالوقوف خلف قيادتهم وتوحدهم في مواجهة ما تتعرض لها بلادهم لم يرق لمن تآمر على سوريا، وكان أداة فيما تشهده من أحداث. أما مشهد جموع السوريين في لبنان فقد أثار غيظهم وأخرج مكنونات صدورهم، وبات مطلبهم طرد كل من يقف مع وطنه. زحف أفقد فريق 14 من آذار صوابه، فمن تباكى مسبقا على اللاجئين السوريين وطالب بالبطانيات والحليب جهارا وبالسلاح سرا. تفضل قل لي السلاح اللي بدك اياه شو؟ يعني تحديدا شو؟ بات اللاجئ بنظره اليوم شبيحا لا تنطبق عليه صفة اللاجئ، ويجب طرده والتخلص من عبئه. صفة النزوح لا تنطبق عليهم، وبالتالي تطالب الأمانة العامة الحكومة اللبنانية العمل على ترحيلهم فورا إلى بلادهم. وعلى وقع زحف السوريين اجتمع رجالات المستقبل، عيونهم لا تصدق ما تراه والغيظ يملأ صدورهم. انبرأ أحدهم ليقول حرفيا: أخفقنا حيث نجح شعب يواجه الموت والدمار منذ 3 سنوات. قبل 3 سنوات ذات الوجوه ادعت أن هؤلاء ليسوا سوى هاربين من البطش في بلادهم. أنا سعد رفيق الحريري أتحمل أمامكم مسؤولية التضامن مع الشعب السوري وتأييد حقه في إقامة نظام ديمقراطي. أغفلوا حقيقة مساومتهم للعامل السوري الباحث عن لقمة عيشه، إما أن تكون مع الثورة أو ستمنع من العمل وترحل وحتى قد تقتل، وهذا ما حصل في كثير من الأحيان. قال السوريون كلمتهم، فثارت حمية أزلام أمريكا وفرنسا في لبنان، وأطلقوا ألسنتهم السامة وكلماتهم الصفراء على مواقع التواصل، وحجتهم قطع الطرقات وأزمة السير. إنهم شبيحة. اطردوا السوريين من لبنان، لا نريدهم. على أساس الشعب السوري معارض، هدول مخابرات. هيك شعب كلهم مع بشار. يتذكر السوريون يوم غضب تيار المستقبل وعناصره ممن يسمون بمعارضين سوريين، حين خرجوا منددين بحكومة ميقاتي، حيث تحولت ساحة وسط بيروت إلى ساحة قتال وفوضى واعتداء على كل ما هو رسمي. ويسألون من استفزتهم جموع السوريين وأعلامهم الوطنية: أين كانت سيادتكم يومها؟ زمجروا وصرخوا، ومن تكالبوا يوما ضد السوريين في عقر ديارهم وممن راهنوا عليهم اللاجئون جاءهم الرد المزلزل، رد لا يوازيه سوى تضحيات جنود الجيش العربي السوري على الأرض. أما هتافات التأييد للوطن وقيادته فكانت صدى للإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري على جبهات القتال.